مساء الخير والسعادة مستمعينا الأعزاء، معكم أحمد شاكر في حلقة جديدة من برنامجكم المميز حياة أفضل. وطبعا في حياة أفضل إن هنقدمه ليكم على قناتنا على نيكست ويف على يوتيوب وفيسبوك وإنستجرام. وطبعا البرنامج اللي هدفه الأساسي إن احنا نعيش حياة أفضل مليانة طاقة إيجابية، نجاح كتير وتطوير مستمر. وفي كل حلقة من حلقاتنا هنناقش فيها مواضيع جديدة، هنقدم نصائح عملية وتساعدكم وبنساعدكم تجاوبوا على أهم الأسئلة اللي بتدور في عقلكم، وإزاي نطور من نفسنا، وإزاي نحسن من حياتنا، وإزاي نحول أحلامنا لواقع. وما تنسوش طبعا تعملوا لنا سبسكرايب للقناة على يوتيوب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أول بأول. وكمان تابعونا على الفيسبوك وإنستجرام عشان تفضلوا دايما على تواصل مع فريق العمل. وطبعا قبل ما ندخل في موضوعنا حابب بس ان انا اوضح كلمة بسيطة جدا 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 عن ان فكرة برنامجنا بتدور حوالين ان احنا بنقدم نصائح وافكار جديدة، وده طبعا جزء من التنمية البشرية. وقبل ما اتكلم في التنمية البشرية لازم اوضح يعني ايه مفهوم تنمية بشرية. زي ما انتوا عارفين او البعض عارف والبعض ما يعرفش ان كلمة تنمية بشرية هي في الاساس اسمها تنمية المهارات البشرية، بمعنى ان ازاي الواحد يعرف يحط لنفسه هدف ويمشي عليه ويحققه، ازاي يقدر يتعلم شوية مهارات كتيرة جدا في حياته، زي ان انا ازاي اتعامل مع نفسي، اتعامل مع الناس اللي حواليا، اتعامل مع الدنيا اللي انا عايش فيها عشان اقدر اوصل لهدفي. وبالتالي في كلمة تنمية بشرية هنا هي كلمة تختزل او مختزل منها كلمة تنمية المهارات البشرية. وطبعا تحت البند ده بيندرج حاجات كتير جدا 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 من المهارات، زي القدرة على التكيف، ان انا ازاي اقدر اتكيف واتأقلم مع التعامل مع الناس، والقدرة على ادارة الغضب، اقدر اتحكم في غضبي، وكذلك التواصل مع الناس. وطبعا دي بند وجزء من المهارات النفسية. في برضو جزء مهم جدا في المهارات زي تنمية المهارات الذهنية، ان انا ازاي اعرف افكر، اعرف احلل، اعرف اربط السبب بالنتيجة، اعرف احط منطق، بعرف احط لنفسي بلان وامشي عليها. وطبعا ده نوع زي ما ذكرت نوع من انواع المهارات الذهنية. وكذلك في حاجات كتير جدا من المهارات نقدر نعرفها ان شاء الله مع بعض ونتأقلم عليها ونتعود عليها ونعرف ازاي نطبقها. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. أول حاجة نتكلم فيها النهاردة فهم الذات، أول خطوة للتطوير. علشان تبدأ تغير حياتك وتطور من نفسك لازم الأول تفهم أنت مين. خد وقت كافي تسأل نفسك أنت مين، إيه هي نقاط قوتي، إيه هي نقاط ضعفي، إيه الحاجات اللي محتاج أشتغل عليها، إيه اللي فعلا بحبه وبيخليني سعيد في حياتي. بمجرد ما تبدأ تفهم نفسك كويس جدا هتقدر تحدد الطريق اللي يناسبك. مثلا لو بقيت انك شخص منظم استغل ده في انك تحط خطط واضحة لأهدافك. ولو لقيت انك فعلا بتحب حاجات جديدة استثمر وقتك في تطوير مهاراتك. زي ازاي ان انا اقدر ادير وقتي بذكاء وحرفية. كتير مننا بيشتكي انه مش لاقي وقت يحقق فيه اهدافه، لكن الحقيقة والواقع ان الوقت ده موجود. المشكلة في ادارتنا للوقت. لازم تبدأ يومك بتحديد 3 أهداف رئيسية. أولا لازم كمان تعرف تستخدم تقنية تقسيم الوقت زي تقنية بومودورو، يعني 25 دقيقة تركيز و5 دقايق راحة. ولازم طبعا تقلل من الوقت اللي انت بتقضيه على السوشيال ميديا وحاول تستثمره في حاجات مفيدة. وطبعا زي ما انتوا عارفين وفاكرين دايما ان ادارة الوقت هي اساس النجاح، والناس الناجحة هي اللي بتعرف تستغل وقتها كويس جدا. وطبعا في حياة افضل هنتكلم برضو فيها عن حياتنا وعاداتنا اليومية. طبعا الحياة ما هي الا سلسلة من العادات اليومية. لو قدرت تغير عادة واحدة كل يوم وفي كل مرة هتلاحظ تطوير كبير جدا مع الوقت. لازم تبدأ عاداتك وتكون عادات بسيطة زي شرب المية أول ما تصحى من النوم. لازم تخصص وقتك وتخصص 10 دقايق يوميا لقراءة كتاب أو تعلم حاجة جديدة.
مثلا زي تمارس الرياضة ولو لمدة 15 دقيقة بس في اليوم. بمعنى أصح إن التغيير مش لازم يكون كبير مرة واحدة، دايما العادات الصغيرة المستمرة هي اللي بتصنع الفرق. تالت حاجة هنتكلم فيها برضو مواجهة الفشل والتعلم منه. كتير مننا بيقف عند أول عقبة أو فشل بيواجهه، وده غلط كبير جدا على فكرة. ليه؟ لازم تعرف إن الفشل ده جزء طبيعي من أي رحلة نجاح في حياتنا. لازم تسأل نفسك إيه الدروس اللي أنا ممكن أتعلمها من التجربة دي. حاول تعيد المحاولة بطريقة مختلفة، لأن دايما كل قصة نجاح وراها محاولات كتير جدا 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 فاشلة. الفرق بس هنا إن إحنا لازم نكون عارفين خطواتنا. الفرق كمان إن الناجحين بيستخدموا الفشل ده كأول خطوة للنجاح مش للتراجع. وطبعا قبل ما نختم حلقتنا النهاردة عندي تحدي ليكم. أولا خدوا ورقة وقلم كده واكتبوا 3 أهداف بسيطة عايزين تحققوها خلال الأسبوع اللي جاي. ممكن تكون حاجات صغيرة زي المشي مثلا لمدة 15 دقيقة يوميا أو قراءة فصل من كتاب. دايما الهدف من التحدي ده إنكم تبدأوا وتتحركوا وتتقدموا خطوة بخطوة للأمام، ودايما تفتكروا وتحطوا في اعتقادكم إن التغيير الكبير بيبدأ دايما بخطوات صغيرة. وبكده طبعا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من حياة أفضل. أتمنى تكون النصائح اللي قدمناها النهاردة مفيدة ليكم وتساعدكم تبدأوا رحلة التغيير النهاردة مش بكرة. وطبعا مش هفكركم ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب للقناة على اليوتيوب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وكمان تابعونا على صفحتنا على فيسبوك وانستجرام على نيكست ويف. كان معاكم أحمد شاكر، أشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة مليانة طاقة وأفكار لتطوير حياتنا. خليكم دايما فاكرين حياة أفضل تبدأ منكم أنتم. إلى اللقاء.